يا جماعه انا توني طالع من النادي وفي هبه جديده جدا سيئه. الابلكيشنز الاي اي اللي تشكون صوره ويحسب لكم السعرات اللي موجوده في الوجبه. ديروا بالكم من هالابلكيشنات لان تسويقهم صاير وايد زين والموضوع غير حقيقي. التكنولوجيا ما وصلت للمرحله اللي احنا نقدر نشك صوره ونطلع السعرات اللي موجوده بالوجبه، اوكي؟ في عده شركات تواصلت معي وقالوا لي وهاب راح نقدم لك مبلغ تسوق لنا الموضوع. رفضت لسببين. اول شيء الامانه عندي كبيره ان عندي متابعين قاعد يطالعون ويحاولون يتعلمون، فانا احاول اني اعطيكم ادق الاشياء على حسب الدراسات في الرياضه والتغذيه، ما اعطيكم شيء مو حقيقي. ثاني شغله الابلكيشن ما يشتغل بكل بساطه. الفكره حلوه ان انت تقدر تشك الصوره وبعدين تقدر تطلع السعرات وراح تسهل علينا وايد، بس التكنولوجيا ما وصلت لهالمرحله. قبل لا ارفض جربت الابلكيشنز، اوكي، وسويت لي لحم مفروم وشكيت الصوره، ما قلت له طبعا اي نوع لحم مفروم، وحط لي سعرات عامه للحم المفروم، لكن في شغلتين ما يدري اي نوع لحم مفروم. انا استخدمت 80 20% وحسب لي 93 7%، فالسعرات وايد منخفضه اللي اعطاني اياها. وثاني شغله انا خاش توسته تحت اللحم المفروم وما صادها. طبعا الناس راح تقول لي عبد الوهاب المفروض انت تفرق الاشياء عشان يعرف شنو اللي موجود. اوكي اتفق معاك نفرق، لكن شلون بيعرف كميه الدهن اللي موجوده بالوجبه؟ شنو الدهن اللي طبخت فيه؟ كميه الدهن اللي استخدمته؟ نوع اللحم اللي انت استخدمته؟ هالاشياء هذه كلها مو معروفه، فشلون هو راح يقدر يجيب السعرات الدقيقه؟ والسعرات هذه تقدر يعني تكون بين 800 الى 1000 سعره زايده باليوم، فهذا الفرق بين ان انت تخسرون دهون وتزيدون دهون. فديروا بالكم من هالابلكيشنات، وقبل ما يقصون عليكم بسهاله الموضوع ان انت تقدر تشيك صوره وخلاص امورك طيبه، تكفون ديروا بالكم ديروا بالكم ديروا بالكم ودزوها حق اللي يحتاجها.